السلام عليكم، يا هلا ويا مرحبا بكم. بريوش خالي من البلوتين يستاهلون متابعيني الحلوين ولا أروع. شوفوا ما شاء الله يجنن، وراح أخليكم تسوون كل اللي بنفسكم بيه، وأحسن يابا من المحلات الراقية مالت المخبوزات. شوفوا ما شاء الله، صوروا هذا الجمال كله جلوتين فري، صوروا يعني حبايب. يلا بريوش جلوتين فري نسوي كل التكات ويطلع بهذا الروعة. شوفوا ما شاء الله، شوفوا الجمال، اكو احلى من هيك جمال. شوف ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يجنن. اسفنجي وروعة ومورق، تشكلونه بالطريقة اللي تريدونه مورق، تريدونه بريوش عادي، تريدونه على شكل خلية نحل. راح استعمل هذا الطحين، طحين النوتري فري الخالي من الجلوتين. استعملت خليت نص كوب من الحليب، ملعقة صغيرة من الخميرة، وراح أخلي ربع كوب من السكر. اللي ما يريدها مسكر يقدر يخلي قليل سكر، بس ملعقة طعام بس. راح نستعمل بيضة لهذه العجينة، نحتاج بيضة، قطرات من الخل، وملعقة صغيرة من البيكنج باودر. نخلطهم كل زين، كنا قطرات من الخل المسموح لازم. طبعا راح أكتب لكم المكونات بصندوق الوصف كالعادة. راح استعمل هذه الوصفة نوعين من طحين النوتري فري، الخاص بالمخبوزات والخاص بالمعجنات. تقدرون تستعملون نوع واحد، بس طبعا الوصفة أروع، يعني حتى تطلع هشة وقطنية، وبنفس الوقت نقدر نمد العجينة ونتحكم بيها. تقدرون تستعملون أي نوع وتتحكمون بالعجينة، أهم شي العجن كل زين، راح تطلع عندكم ممتازة. خليت ملعقتين من الزبدة حتى تصير العجينة طرية. طبعا استعملت كوبين، وراح أخلي بعد ربع حتى تكمل العجينة. 3 ملاعق يعني ربع، كوبين وربع استعملت من الطحين من كل شي، يعني مناصفة بين هذا النوعين عشان العجينة كل زين. العجينة هذه تقدرون تسوون بيها مختلف أنواع الفطائر الحلوة أو المالحة، بس نقلل السكر. شوفوا هاي الأخير شي اللي طفتها، وراح أعجنها كل زين مدة ربع ساعة. عجنتها صارت روعة. تقدرون تخلونها بعجانة، طبعا أكيد أفضل حتى تعبون. عجانة صغيرة مثل 5 كيلو تفيدكم أو أصغر. المهم العجن كل زين. أي نوع ثاني من الطحين تقدرون تستعملونه يفيدكم، بس عجن كل زين مثل ما قلنا. سووا أي نوع، يعني الكروسون، الخلية النحل، الصير، روعة روعة يعني، أو فطاير مالحة. شوفوا ما شاء الله العجينة شلون صارت، تجنن. راح أخليها بهاي الكاسة، دهنتها وراح أخليها بهذه الكاسة وأغطيها، أساويها. شوفوا شلون صارت تمط، يعني مثل تصير تمط من قد العجن. راح أغطيها وأخليها بمكان دافي، مثلا فرن مدفينة فد شي قليل، ونغطيها بفوطة مطبخ ونخليها، وبلاستيك طبعا، ونخليها مدة ساعة تختمر. وراح نشكلها ونرجع نخمر. مثل ما قلت لكم تقدرون تستعملون أي طحين ميكس نوع زين. بس العجن كله زين، عجنوه كله زين. أريد مثل تفعلون المطاطية اللي بيها تطلع حتى المواد اللي موجودة بالطحين. لازم ميكس حبيباتي، حتى هو ميكس منزلي إذا متأكدين منه نوع زين. شوف ما شاء الله، هنا اختمرت العجينة بعد ساعة تقريبا. هنا راح أقسمها. استعملوا طحين كلش قليل، عجينة تجنن ما تحتاج أصلا طحين كلش قليل. أنا هسه راح تشوفون راح أزيل هذا الطحين، قسمتها راح أزيل الطحين هذا الزايد حتى لا عجينتنا تخرب أو تنشف. كوروهم بصورة عشوائية، يعني سووا القطع اللي تريدونها. أنا سويتهم 6 قطع. هنا راح أسويهم بهذا الشكل. انتوا تقدرون تشكلونها على شكل خلية نحل، على شكل دوائر، على شكل آخر مثل الفطاير. أكو شكلونهم اللي يعجبكم، تقدرون تحشونهم. أنا ما حشيتهم، خليتهم بهذه الطريقة. وبنتي بعدين تريد تذوب لها شوي شوكولاتة خالي من الجلوتين تخلي عليهم، أو تخلي عليهم من صلصة الكراميل اللي أسويها لها، موجودة عندكم بالقناة صلصة الكراميل، تقدرون تخلون بيها. أو أصلا مسويت لها توفي كراميل تخلي بيها قطع، براحتكم اللي تريدونه. ومثل ما قلت لكم إذا تريدونها مالحة مجرد تخلون مكان ربع كوب سكر بس ملعقة واحدة سكر ورشة ملح. أنا خليت رشة ملح بالعجينة مثل ما قلت لكم، راح أكتبها لكم إن شاء الله. الطحين متوفر عند الزرقاء دايد للسكري والتنحيف وحساسية القمح، أو بصفحة بصرة جلوتين فري. الطحين طبعا غني عن التعريف الإيطالي النوتري فري، فعلا يعني ممتاز وروعة، ويعني أنا ما جاي أستغني عنه، روعة يعني يجنن. والسعر مالته لا بأس بيه، معقول يعني، لأن الشهر أغلى منه بهواي. التركي نوع زين، وسعره معقول همين، تقدرون تستعملونه.
هنا عملت خليط الدهن اللي متعودين عليه إني أخليه. أنا خليت درومبية حليب دائما باودر، خليت ملعقتين حليب باودر وملعقتين ماي دافي على رشة نسكافيه وربع ملعقة من السكر، خلطتهن كل زين ودهنتهن دهنتهن كل زين. راح أخليهم يختمرون مرة ثانية مدة نص ساعة بالهمين نفس الفرن، بس لفيته وراح أخلي وياهم مي مغلي بهذه الكاسة حتى ينطيهم اختمار وطراوة. اتبعوا التعليمات حبايب قلبي. هنا اختمروا صاروا يجننون. راح أدخلهم فرن محمي على 180 درجة من أسفل، ياخذون تقريبا وقت نص ساعة، خليتهم براحتهم ينتفخون. وأيضا راح أدخل وياهم كاسة بها مي مغلي هسه بالشوي، تنطيهم قوام يجنن. ومن فوق تقريبا ياخذون 5 دقايق إلى 10. شوفوا الروعة، يعني الكاسة هاي شوفوا وياها خليتها بهذه الطريقة. شوفوا الروعة، يعني شلون طلعوا وشلون العجينة والخطوات طلعت لنا بريوش يجنن. يعني هو البريوش يشبه عندنا احنا البقسم العراقي، تقدرون تسوونها بقسم تشكلونها، او لفة الخميرة تشبه لها. هنا راح اقطيهم اي مخبوزات عندكم خاصة خالي من الجلوتين قطوهم حبايب، نصيحة قطوهم في ربع ساعة 20 دقيقة. وشوفوا الروعة، شوفوا الروعة واستمتعوا بالطعم. ألف عافية. طبعا هاي الوصفة الحلوة تستاهل منكم لايك حلو ومشاركة اللي ما مشترك، وتركون دعوة حلوة تعليق حلو. أكون شاكرة لكم. استمروا بالمتابعة والقناة تكبر أكيد بيكم حبايب قلبي. يعني تدرون على القناة لا ربحية، ومجرد يعني جاي أخصصها لكم حتى تتعلمون، وما يبقى بنفسكم أي شي ولا يبقى أي حرمان. أتمنى فعلا يعني أكون أفيدكم بهذه الوصفات، وأتمنى تستفادون منها حبايب قلبي. شكرا لمتابعتكم، ويا رب الكل بصحة وعافية. وذكروا أخواننا بغزة بدعوة حلوة، يا رب يحميهم وينصرهم ويرحمهم ويبعد عنهم الظالمين يا إلهي يا رب. يا ربي يا ربي ترحم أخواننا بغزة يا إلهي. الكل إن شاء الله يندعي لهم الدعوات الحلوة. مع السلامة حبايب.